السلام عليكم حبايب قلبي، معاكم نوجة من قناة تكات نوجة. النهاردة هنعمل البرياني السريع. يعني ايه البرياني السريع؟ يعني بصي، عندك عزومة هينجزك جدا، عندك جاية من شغلك تعبانة وكده، هيبقى سهل جدا عليك ان انت تعمليه. برياني بأقل تكاليف وفي نفس الوقت سريع جدا. الطريقة بتاعته سريعة جدا. خليكي معايا نشوف المقادير بتاعتنا. معانا طماطم، ومعانا قرن فلفل حراق واحد بس، وقطعة فلفل رومي، ومعانا دي فرخة متقطعة ومتشال منها الجلد بتاعها، جنزبيل قطع، وتوم. ولو ما عندكيش جنزبيل فريش ممكن تستخدمي بودر عادي. ومعايا بصلتين متوسطة صغيرة يعني، ومتقطعين مكعبات كده. هو التوابل بتاعتنا واحدة لومي وممكن تستغني عنها، ورق غار، كزبرة ناشفة، ملح، كمون، فلفل اسود، كركم، حبهان صحيح، قرفة صحيحة عيدان. ومعانا المكون الأساسي بتاعنا اللي هو بهارات البرياني، اسمها جرام مسلة من بره، لكن في مصر بيتقال عليها بهارات برياني. ده برياني الدجاج يا جماعة. خليكم معانا هنشوف الطريقة ازاي. صلوا معانا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنفرم بس كده الثوم مع الجنزبيل، هيتفرم في الكبة بدون ملح وبدون اي حاجة. بصوا يا جماعة، انا فرمته وبيبقى بالشكل ده كده، ما بيبقاش مفروم قوي، بيبقى قطع كده صغيرة. ليه؟ عشان يديني الطعم اللي انا عايزاه. تمام. بس يا حبايبي، معايا حلة على النار، هحط فيها بصلاية. حط بصلاية ومكعب واحد بس ماجي للي عايز، اللي مش عايز ما يحطش. وشوية فلفل اسود صغيرين بس كده. ورق غار، حبهان بودر وحبهان بودر، ماشي، مش كتير برضه. هتغلي الميه وبعد كده نبقى نسقط الفراخ فيها. هنحطها نص سلقه، مش هتستوي قوي، لان مفروض الفراخ، انا في ناس بيعملوها على طول في البصله ومع التوابل والجنزبيل وكده، وفي ناس بيسلقوها. الطريقه السريعه بتاعتنا ان احنا نسلقها نص سلقه. معانا طاسه على النار، هنحط فيها شويه زيت حلوين كده بس كده، وهنحط فيها البصل اللي احنا قطعناه. دي خلطة البرياني. تمام. بس يا حبايبي، انا مش عايزه البصله تصفر ولا حاجه، هي تدبل فقط لا غير. تمام. هنحط التوابل. على فكره التوابل كلها بمعلقه الشاي الصغيره، ربع معلقه من معلقه الشاي الصغيره. لكن التوابل البرياني اللي هي جرام مسله، معلقه كبيره ممسوحه اللي احنا بناكل بيها. هنحط التوابل مش كلها طبعا، ليه هقول لكم في الاخر كده. وهنحط كل حاجه. دول سايباهم عشان لما اجي اسلق الرز بتاع البرياني هحطهم فيها. تمام. نسينا نحط الليمونه، حطيناها بس كده. معانا الجنزبيل هنحطه مش كله عشان هحتاج شويه في الاخر، هنعمل بيه الصوص بتاع البرياني. خلينا قيمه معلقه بس ونقلب. الله الله الله. ما تيجوا نصلي على النبي يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. هندي اسمه ايه الجنزبيل بالثوم تشويحه بسيطه كده مع التوابل.
وما نسيبش يا جماعه الحاجه تستوي قوي، احنا مش عايزين كده، عشان لسه في بقيه للسوا بتاعتها. لما نيجي نسلق الفراخ هنحط الفراخ معاها تكمل ايه التحمير بتاعها. معايا طماطميه واحده وحته فلفلايه وهحطهم على الخليط بس كده. هو طماطم خضراء اصلا بس يعني هتدي طعم. يا جماعه ما نحطش ملح كتير عشان خاطر احنا مش هنعرف نحسن بعد كده الوضع، نحط قليل ولو محتاجين نزود. نسيبها تغلي حاجه بسيطه ونطفي عليها لغايه لما الفراخ تستلق معانا. ميه الفراخ غليت معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره يا حبايبي ممكن تعملوا البرياني بصدور البانيه. ايوه بصدور البانيه وهتبقى جميله جدا بردك وسهله جدا للاطفال وهم بياكلوها. اي ماشي، فهتلاقيها حلوه جدا. نسيبها تغلي ولما تدخل على النص سوا نطفي عليها. بصوا يا حبايبي انا كده دي كده خلاص كده انا هطفي عليها عشان خاطر ايه، لما الفراخ زي ما قلت لكم تاخد نص سوا نحطها معاها تكمل سواها في البصله والجنزبيل والبهارات والكلام ده. تمام يا حبايبي. نسيت اقول لكم في الحاجات المكونات بتاعه البرياني، في الالوان، في اللون الاصفر وفي اللون الايه الاحمر. احنا مع الرز في الاخر خالص بنحط نقطه من ده ونقطه من ده وهوريكم ازاي بيدي شكل حلو قوي للطبق بتاعنا وهيبقى مميز. يا حبايبي هنعمل الصوص بتاع البرياني دي زي صوص كده بيتاكل مع البرياني، بيدي طعم حلو قوي، بيتحط على الرز في الاخر. لو انت عايزه تجربيها هتلاقي طعمها حلو قوي. معايا طماطميه كبيره ومعايا قطعه فلفل رومي وقطعه فلفل حراق، اللي عايز يخليها حاره يحط فلفل حراق كله. تمام. ومعايا اللي هو باقي الثوم بالجنزبيل، ده مهم جدا عشان يديك الطعم اللي احنا بنقول عليه. طريقه الصوص بتاع البرياني، صوص الطماطم بتاع البرياني، طريقه صوص الطماطم بتاعه البرياني: طماطمايه، قرن فلفل رومي او قطعه فلفل رومي وقطعه حراقه، واللي عايزه حار يحط قرن فلفل حراق. طريقه هنحط الجنزبيل بالثوم على الخلاط، في الخلاط نقطه فلفل اسود صغيره للي حابب، مش ملح، شويه زيت مش كتير، نقطه او بمعنى اصح معلقه، غطا واحد خل بس، وهنضربهم في الخلاط وارجع لكم. وشويه ميه. خلص معانا الصوص بتاع البرياني، صوص الطماطم. تحطيه على الرز في الاخر، وفي الاخر في اخر الفيديو هوريكم الطبق النهائي بتاعنا. ده صوص البرياني شكله. حبايبي كده الفراخ خلاص استوت، او يعني سوا ونص، يعني نص سوا. تمام. هحطها بقى هنا بسم الله. ممكن نعمل جنب البرياني يا جماعه شوربه لسان عصفور، وبنعمل كمان صوص سلطه الزبادي، سلطه الزبادي بالخيار، بس انا بصراحه ما عملتهاش عشان مش عندي زبادي، فالمره الجايه بقى. طبعا بنسيبها في الخليط بتاع البرياني ده لغايه لما الوش بتاعها يتحمر. وممكن يا جماعه تزودوا في خلطه البرياني ديت، بحيث ان انتوا لو ما عندكوش وقت تعملوا اكل يعني ومستعجلين، تطلعوها من الفريزر تحطوها في اكياس او في علب صغيره على قد الوجبه في الفريزر، وتطلعوها دوب بس تسلقوا الفراخ وتروحوا حاطينها فيها، وطبعا تسلقوا الرز يعني. هنعمل شويه لسان عصفور، حطيت فص ثوم في اللسان عصفور يا جماعه. معايا حله على النار عشان هسلق الرز. تمام. انا بحط على لسان عصفور في التحمير شويه كزبره ناشفه، يعني شويه صغيرين كده، بصوا بتدي ريحه وطعم حلو قوي. بس كده مش بحمر لسان العصفور قوي.
بصوا يا جماعه، انا دلوقتي هنحط البصلايه صغيره مع شوربه لسان عصفور، بقطعها قطع بس كده، ونسيبها بقى تستوي. تمام. نبدل بقى المكان واوريكم الفراخ. بصوا انا عايزاها كده. بصوا يا جماعه، بس كده. انا كده هطفي عليها لغايه لما الرز يستوي، وبعد كده هو بقى ايه، نشوف الخطوه اللي جايه ايه. معانا ميه الرز هنحط فيها ورق غار، وهنحط 4 فصوص حبهان سليم، 4، وعنقود بتاع ده قرفه، وهنحط ملح، كميه ملح كويسه عشان انا عايزه الرز بتاعي يبقى ايه، فيه ملح. ربع كوبايه زيت من دي، مش ها اهو يا جماعه، ربع كوبايه زيت. تمام. تغلي الميه ونحط فيها الرز البسمتي. هنسقط الرز يا جماعه البسمتي، غسلته كويس جدا، لازم تغسلوه كويس جدا، لازم نفضل نقلب فيه عشان خاطر ما يمسكش في الحله. ماشي، نفضل نقلب كده. يعني المفروض القرفه ما تديش لون كده، انا مش عارفه ليه عطش لون كده. وندوق الميه يا جماعه، لو لقينا الميه محتاجه ملح نزود ملح، محتاجه ملح عشان خاطر احنا يهمنا الرز يكون ايه، متحيق كويس جدا في الحدوقيه بتاعته. بصوا يا حبايبي، كده الرز اهو استوى. احنا ما بنسيبهوش يستوي قوي، لازم ايه، تحسيه تحت اسنانك، عشان لو سبتيه استوى قوي هيتهري منك مع باقي الطريقه في الاخر يعني. هصفيه وتصفيه في مصفى، بس ما تغسلوهوش بميه ساقعه ولا اي حاجه، هو تصفيه فقط لا غير. هنجيب حله فاضيه على النار وهنفضي فيها الخليط اللي احنا عملناه اللي هي الفراخ. تمام، اديكم معايا. بصوا يا حبايبي، هي كده غليت معانا اهي. ماشي، اوطي النار، وادي الرز صفيناه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الرز، هنسويه بقى كده واحنا موطيين النار خالص. نعمل فتحات صغيره كده بالمعلقه، كده 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 كده. حبايبي ده لون احمر، حطيت عليه نقطه ميه صغيره، واخد بالمعلقه كده، مش كتير يا جماعه. ماشي، واحط في الخرم ده كده بس كده، واخد تاني كده واهو. هنا اللون الاصفر، هاخد نقطه كده، الاتنين شبه بعض بس هيبان في اللون يعني. اصفر كده هنا كده. واغطيها واسيبها كده 5 دقايق، وارجع تاني كده اروح لفاها كده 5 دقايق تاني. تمام. بصوا يا حبايبي، هو كده خلاص خلص. هنفضيه بقى في الصينيه واوريكم الشكل النهائي. بصوا يا حبايبي، احنا المفروض دلوقتي هنفضيه في الصينيه كده. تمام. طبعا مش هعرف افضيه زي ما انا عايزه يعني، فهنقلب الصينيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، الا لو اتوقع واتدلق عليا. الصينيه اصلها كبيره. استنوا استنوا يا ولاد، فين الصينيه؟ نقلب كده وخلاص. بسم الله. هتدي انا عارفه. طيب اختي، بسم الله. هتيجي والله. ايه، جت. الصينيه كبيره بس للاسف ما عنديش غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه رايكم؟ طبعا يا جماعه عشان الصينيه كبيره مش على قد الحله، فنزل من الجنب كده، بس مش مشكله. ايه رايكم في المنظر؟ ها، قولوا لي رايكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وان شاء الله ان شاء الله يكون طعمها حلو قوي بالنسبه لكم. وطبعا في العزايم بنعمل كميه اكبر من كده، وكميه الرز بتبقى اكتر من كده. في بقى احنا هقول لكم باقي الوجبه. الصوص بتاعنا ما ننساهوش، شايفينه؟ طبق المخلل الحلو، وطبق الشوربه الجميل، شوربه لسان عصفور. طبعا هي الكادر مش هيجيب المكان كله، انا مش عارفه اجيبه ازاي كله، بس ثواني معايا اهو. خليها على البرياني احسن، ايه رايكم؟ يلا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، وتدوسوا اشتراك، وتفعلوا القناه عشان تكبر بيكم، لان هي القناه عمرها ما هتكبر غير بحبكم ليا وبيكم. بصوا يا جماعه، معلش نسيت اقول لكم إيه الوان الرز. بصوا عامله ازاي، بص الثلاث الوان، اصفر واحمر وابيض، دي الالوان بتاعه الرز. وطبعا بتحطوها وعليها قطعه الفرخه كده، ويبقى شكلها جميل جدا.